في البرية المتجمدة في الشمال يوجد مخلوق لا يعرف الخوف ولا يلين، لدرجة أن الذئاب نفسها تبتعد عنه. هذا هو وولفرين، حيوان صغير بموقف وحش يبلغ ارتفاعه قدمين فقط، ولكنه يستطيع أن يسقط فريسة أكبر منه ب10 أضعاف، مثل موس، كاريبو، وحتى الدببة المصابة. الولفرين لا يصطاد من أجل الطعام، بل يصطاد من أجل السيطرة. يمكن لفكيه سحق العظام المتجمدة، ومخالبه تمزق اللحم كالشفرات، وعضلاته كثيفة بما يكفي لمحاربة حيوانات مفترسة تزن 3 أضعاف وزنه. لكن الرعب الحقيقي إنه لا يتوقف. سيطاردك الولفرين عبر العواصف وعبر الثلج وعبر الجبال، حتى عندما يكون مصاباً لقد تعرض لإطلاق النار والطعن والعض، ويستمر في القتال وكأن الألم غير موجود. جلده السميك يقاوم البرد، وجلده قاس لدرجة أن الذئاب تجد صعوبة في العض من خلاله، وغضبه أسطوري. سيهاجم الولفرين قطيعاً من الذئاب فقط لسرقة فريستهم، وفي معظم الأوقات يفوز. يسميه العلماء أقوى حيوان بالنسبة لحجمه على وجه الأرض. مخلوق لم يبنى للبقاء على قيد الحياة، بل للسيطرة. في عالم من الوحوش حيوان واحد فقط يقاتل وكأنه لا يمكن أن يموت: الولفرين، أصغر محارب في البرية والأكثر قوة التي لا يمكن إيقافها.